ما هو تعريف الخيانة الزوجية؟ البعض يربطها بالعلاقة الجسدية الكاملة، وآخرون يقولون إن حتى مجرد التفكير بغير الزوج أو الزوجة خيانة أيضا. ولكن ما بين هذا وذاك، هل تعد القبلة خيانة زوجية أم لا؟ وفقا لحكم قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة في المغرب، فإنها ليست خيانة على ما يبدو. فكيف تفاعل المغاربة؟ الحكم بداية مشاهدينا برأ رجلا متزوجا وامرأة من الخيانة الزوجية رغم تبادلهما للقبل وظهورهما في شريط فيديو نائمين على فراش واحد. القصة مشاهدينا تعود إلى بداية السنة الماضية، حيث اتصلت زوجة المتهم بالشرطة، والتي وصلت لتجد الزوج وشريكته في شجار مع الزوجة المشتكية، والتي اتهمتهما بالخيانة الزوجية لكنهما أنكراها آنذاك. الزوج المتهم اعترف في المحضر الذي لم يوقع عليه أنه سبق فعلا وأن مارس مع المرأة المتهمة الجنس في مناسبتين، لكن ليس تلك الليلة لعذر شرعي، واكتفيا بتبادل القبل، واعترفت هي الأخرى أيضا بتبادل القبلة معه. فتقرر متابعتهما بتهمة الخيانة الزوجية، بحيث تبع المتهم في حالة اعتقال والمتهمة في حالة بعد إطلاق سراحها. ولكن بعد دراسة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة حكمها. ماذا يقول الحكم؟ يقول لا يوجد يجوز قانونا إثبات جنحة الخيانة الزوجية إلا بالوسائل المحددة حصرا في القانون، وهي المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي الذي حددها كما يلي: الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و 491 لا تثبت إلا بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي. وأضافت المحكمة: تبين لنا خلو القضية من أي وسيلة من الوسائل الثلاثة المنصوص عليها في الفصل 493. طيب، عن شريط الفيديو الذي صور المتهمين على فراش واحد، قالت المحكمة إنه لا يمكن الاعتداد بشريط الفيديو طالما أن هذه الواقعة لم تتم معاينتها بموجب محضر منجز من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية. واعتمادا على ذلك، اعتبرت هيئة الحكم أنه لا دليل للمحكمة على ثبوت جنحة الخيانة الزوجية للرجل والمرأة، على الرغم من اعتراف الأخيرة بتبادل القبل أمام القضاء، قائلة إن مجرد تبادل القبل لا يمكن اعتباره علاقة جنسية بمفهومها القانوني. لكن المعارضين للقرار استذكروا حادثة مشابهة في عام 2019 أدانت فيها بالخيانة الزوجية عندما تبادلت القبل مع رجل غير زوجها. ليس هذا فقط، بل تبادلت رسائل حميمية عبر واتساب، واعتبرتها محكمة النقض بالرباط بمثابة خيانة زوجية. طيب، تعرف الخيانة الزوجية في القانون المغربي مشاهدينا على أنها إقامة أحد الزوجين علاقة جنسية غير مشروعة مع شخص آخر غير شريكه الشرعي. وينص القانون على أن الخيانة الزوجية تعد جريمة يعاقب عليها القانون سواء ارتكبها الزوج أو الزوجة. ويؤكد القانون المغربي على أن الخيانة الزوجية تعد انتهاكا للعقد الزوجي الذي يجب أن يبنى على الثقة المتبادلة. رواد مواقع التواصل طبعا كان لهم رأي في الموضوع. مثلا هنا محمد يقول: هذا الحكم يثير جدلا كبيرا لأنه يتناقض مع الشريعة والقانون والمنطق الاجتماعي. أما علي سعيد فقال: أعتقد أن هذا الحكم مجرد جس نبض للشارع والرأي العام، والمؤكد أن الاستئناف سيقول كلمته. نور الدين علق أيضا على منصة إكس يقول: المغرب وصل إلى مرحلة متقدمة في التقدم لم يصل إليها الغرب، مضحك. تدوينة أخيرة من أم حسن تقول: حتى في الدين الزنا يجب أن يكون بالشهود، لكن لا يجب تمرير هذه الوقائع دون عقاب، يجب الردع ولو بغرامة مالية أو أي شيء ما، لأن هناك ضرر معنوي على المتضرر. طيب، في ترندينج تواصلنا مع المحامية المختصة في شؤون الأسرة فاطمة الزهراء الإبراهيمي، التي رجحت فعلا أن محكمة الاستئناف ربما ستعيد النظر في قرار المحكمة. لنستمع.
الأمر لا يتعلق بفساد، إنما يتعلق بعلاقة زوجية، ويتعلق بعلاقة مقدسة وعلاقة مودة، وعلاقة جعل لها الشرع أولا قبل القانون حماية خاصة وصيانة خاصة وحصانة خاصة، وتقام فعلا بناء على شكاية لطرف متضرر، وترفع بناء على شكاية لمتضرر، يعني ترفع الدعوى العمومية بتنازل الطرف المتضرر. القبل إن لم تكن تدخل في إطار خيانة الزوجية بالنسبة لأحد طرفي الدعوى اللي هو متزوج، فمتى يمكن أن تكون القبلة بالنسبة للأشخاص موضوع متابعة إن لم يكن فسادا، وإنما يتعلق الأمر بخيانة زوجية؟ نرى أن المحكمة قد جانبت الصواب، ونتجه للقول بأن محكمة استئناف سوف تعيد الأمور إلى نصابها في وجود قرارات سابقة لمحكمة النقد، والتي قالت سابقا بأن القبلة تدخل في إطار الخيانة الزوجية، إضافة للمكاتب ثم الاعتراف القضائي للأطراف.